ومحمد عبد الرحمن، وبقوا كده فارس وعبد الرؤوف في تنفيذ الخطأ خارج منطقة الجزاء. اتلعبت كرة عالية خطيرة رأسية، جول! جول! الهدف الأول، الهدف الأول في هذه المباراة من محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 25 برأسية وجملة متفق عليها عكسية من اللاعب روفا، وتدخل محمد عبد الرحمن وخطف كرة برأسه في الزاوية اليمنى لمرمى حارس المريخ علي بالرضا. في الجهة اليسرى لفريق المريخ ومحاول دخول منطقة الجزاء والتمرير، وخطيرة خطيرة، جول! جول! الهدف الثاني، عبد الرؤوف يسجل الهدف الثاني من لقطة داخل منطقة الجزاء، ومباشرة يضع الكرة في الشبكة ويسجل الهدف الثاني لصالح فريق الهلال، وهذه المرة في الدقيقة 29. مكان روفا نفذ وخطف محمد عبد الرحمن. الآن التنفيذ لجان كلود، وحايد صد من لاعبين في فريق المريخ، وزحمة داخل الست ياردات من المهاجمين والمدافعين. جان كلود يلعب كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة، جول! جول! الهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح فريق الهلال، الهدف الثالث لصالح فريق الهلال في الدقائق الأخيرة لشوط اللعب الأول. المميزة في رعاية هذه المباراة، وإن شاء الله مزيد من الأعمال القادمة والشركات القادمة. كرة معكوسة عالية داخل منطقة الجزاء خطيرة، جول! جول! هدف رابع، الهدف الرابع لفريق الهلال من مكان بعيد جدا من وسط الملعب تقريبا. عبد الرؤوف يضع الكرة في الشبكة، يسجل الهدف الرابع لفريق الهلال في الدقيقة 39. دقيقة 39 38 روفا يضع الكرة في الشبكة، يجعل القمة رباعية. وطبعا غمة ستتحدث عن